المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها بالعناوين. تنظيم عرض فني بمناسبة أعياد الاستقلال. معرض للصور بمناسبة احتفالات الاستقلال. نتائج مرضية لأبحاث الطلاب في حقات. السنغال تلوح بإمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية. مجلس الأمن يناقش إنهاء مهمة البعثة الأممية في العراق. وموسكو تطرد الملحق العسكري البريطاني ردا على إجراء مماثل من لندن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. نظم عرضا فنيا بعد الظهر اليوم في ساحة الفاتح من سبتمبر بمناسبة أعياد الاستقلال عكس تعددنا وجماله وتماسكنا. وتجمع سكان 13 مديرية في أسمرة كل من مناطقه في ساحة شدة ليرتحلوا معا عبر شارعي الشهداء والحرية إلى موقع العرض الفني ومشاهدة العرض الذي قدمته فرقتي سالينا وسبريت وفرقة عبوت المسرحية. وكانت عروض فنية مماثلة قد نظمت في 27 من أبريل الماضي لطلاب رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وفي 7 من مايو للطلاب من المرحلة المتوسطة وحتى الكليات، وفي 11 من مايو لأفراد قوات الدفاع. وأوضح المشاهدون أن العروض الفنية المنظمة هذه السنة إلى جانب الفعاليات الاحتفالية الأخرى أعطت احتفالات الاستقلال رونقا خاصا. وقد نظمت وتنظم العروض الفنية العامة وأسبوع الاستقلال في المدارس والمنافسات الرياضية ومسابقات الأزياء التراثية وغيرها. وتستمر الفعاليات التي تشمل المواعيد الشعبية وحفلات الشوارع وعروض الفرق الفنية في الشوارع الرئيسية. نظم الاتحاد الوطني للمرأة معرضا للصور في 17 من مايو في أسمرة بحضور الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. افتتحت وزيرة السياحة السيدة سكالو منقريوس المعرض المنظم في المكتب المركزي للاتحاد الذي عكس تاريخ وبطولات المرأة الإريترية قبل وبعد الاستقلال ومشاركتها في برامج التنمية وتصديها لجرائم العدو. وقالت الأستاذة زايد مسفن من اللجنة المنظمة للمعرض إن شهر مايو هو شهر مجيد نحتفل فيه بمختلف الفعاليات التي ترتكز على القيم الوطنية وتجديد العهد، مشيرة إلى أن مسابقات القصة القصيرة التي نظمت سابقا جزء من ذلك. من جانبها أوضحت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تسرا ميكائيل أن البرنامج الذي يعكس قدرات الشباب هدف إبراز قيم الشعب الإريتري عامة وتاريخ بطولات المرأة الإريترية وتوريثها وترسيخها. وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزات في مسابقات القصة القصيرة. تجري الاستعدادات الواسعة على مستوى المؤسسات والمكاتب الإدارية في مدينة كرن للاحتفال بعيد الاستقلال. وأوضح السكان أن الاحتفالات التي تزداد حفاوة عاما إثر آخر هي نتائج التضحيات الكبيرة للاستقلال والدفاع عن السيادة. وذكر بأن احتفالات الاستقلال بمناسبة لتجديد العهد من أجل تنفيذ أمانة الشهداء ونقل التاريخ إلى الأجيال والعمل الدؤوب للتطور والنماء. في غضون ذلك نظمت فعاليات في جميع مدارس مدينة كرن بمناسبة أعياد الاستقلال. وجرت في مدينة كرن من 13 من مايو أنشطة تجميل المدينة وتزيينها واستعدادات العروض الفنية وإكمال الاستعدادات للحفلات والموائد الشعبية من 19 من مايو. أفادت مدرسة حقات الزراعية الفنية بأن الأبحاث النظرية والتطبيقية التي يقوم بها الطلاب في علم النبات تحقق نتائج مرضية. جاء ذلك بعد إثبات الأبحاث والدراسات التي قام بها 4 طلاب من الصف الثاني في شجرة الجوافة وتحقيقها نتائج جيدة في نوعية وكثرة الإنتاج. هدفت الأبحاث والتجارب تنمية شجرة الجوافة المحسنة بكثرة ورفع الإنتاج.
وقال مدرس علم النبات تيدروس موكونن إن العملية البحثية التي قام بها الطلاب حققت نتائج مرضية لزيادة الإنتاج ووقت ونوعية الإثمار. وأوضح مسؤول مدرسة حقات الزراعية والفنية الأستاذ ملعك برهاني تطور الأبحاث التي يقوم بها الطلاب، وتمهد هذه الأبحاث لعمل أكثر جودة مستقبلا. نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية في العلوم الاجتماعية ل 195 مواطن من 12 مديرية في الفترة من 8 وحتى 16 من مايو. شمل التدريب الوضع الراهن وأولويات البلاد والخيارات بالنظر للمصلحة الوطنية والحرب النفسية والدين والتطرف الديني ودور الشباب والمرأة في التصدي والتنمية والوطن والوطنية وتاريخ إريتريا من القدم إلى الاستقلال وأهمية ودور الفكر والسياسة والميثاق الوطني الإريتري والحاجة إلى التنظيم القوي ودوره. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية السيد إدريس علي في مراسم التخريج في 16 من مايو في مدينة مندفرة في التقرير الذي قدمه إن 119 من المتدربين كانوا من تأطيرات الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة و76 من تأطيرات موظفي الخدمة المدنية. وذكرت سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الجنوبي السيدة أمتي نجوسي أن الهدف من التدريب هو تعميق معرفة ووعي المشاركين وتحمل المسؤولية لمزيد من العمل والإنتاجية. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تسفاسين المتدربين على أخذ المعرفة المكتسبة كنقطة انطلاق وتطويرها من خلال القراءة والحوار. عقدت شرطة مديرية دباروا سيمينارا بالتعاون مع مكتب النظام والقانون حول القانون وأخلاقيات العمل لحوالي 300 من مقدمي الخدمات في مديرية دباروا. ودعا قائد مركز شرطة دباروا السيد بإمنة كبرون في السيمينار الذي عقد في 12 من مايو، دعا أصحاب وعمال المرافق الخدمية على لعب دور فعال في الحد من الجريمة من خلال ضمان الأمن في محيطهم. وذكر بضرورة تصحيح الانتهاكات العرضية لإرشادات العمل وحثهم على العمل مع الأجهزة والجهات الأمنية والإدارات. وأوضحت مسؤولة النظام والقانون في مدينة دباروا والسيدة نيغستي تسفى ميكائيل القيام بعمليات تفتيش منتظمة في المتاجر والمرافق الخدمية في المديرية، ويتم فرض عقوبات تتراوح بين الغرامات والإغلاق على منتهكي اللوائح التوجيهية. وذكر المشاركون بحل مشكلة النقص في حاويات النفايات للحفاظ على نظافة المدينة. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نوافيكم بالأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، ألمح رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو إلى إمكانية إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في بلاده الواقعة غرب أفريقيا. وقال سونكو: بعد مرور أكثر من 60 عاما على استقلالنا، يجب أن نتساءل عن الأسباب التي تجعل الجيش الفرنسي على سبيل المثال لا يزال يستفيد من عدة قواعد عسكرية في بلادنا، ومدى تأثير هذا الوجود على سيادتنا الوطنية واستقلالنا الاستراتيجي. ويعرف سونكو بانتقاده لتجاوزات فرنسا في مستعمرتها السابقة، ولفرنسا نحو 350 جنديا في السنغال. وقامت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورة بطرد القوات الفرنسية ولجأت إلى روسيا للمساعدة في مكافحة الحركات المسلحة على أراضيها. أيد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بينهم روسيا والصين طلب بغداد إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة في العراق يوناميم بحلول العام المقبل، لكن واشنطن لم تقدم دعمها لهذه الخطوة على الفور.
وكرر عباس كاظم الفتلاوي نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة عباس كاظم أمام المجلس طلب بلاده من المنظمة الدولية أن تنهي بحلول نهاية 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها منذ أكثر من 20 عاما، قائلا إن المهمة حققت أهدافها. وأيد المبعوث الروسي فاسيليم وجهة النظر هذه قائلا إن العراقيين مستعدون لتحمل مسؤولية المستقبل السياسي لبلادهم، ونظرا إلى أن بعثات الأمم المتحدة لا يمكنها العمل إلا بموافقة الدولة المضيفة، فقد أعربت بريطانيا وفرنسا أيضا عن دعمهما التحول في الشراكة بين العراق والأمم المتحدة. قررت روسيا طرد الملحق العسكري البريطاني ردا على إجراء مماثل من السلطات البريطانية الأسبوع الماضي، حسب ما أعلنته وزارة الخارجية الروسية. وقالت الوزارة إنه تم اعتبار الملحق العسكري لدى السفارة البريطانية في موسكو شخصا غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة أراضي روسيا الاتحادية في غضون أسبوع. وحذرت الوزارة من أنها ستتخذ إجراءات إضافية ردا على القرار البريطاني، واصفة إياه بأنه معاد لروسيا وله دوافع سياسية. وفي 8 مايو الجاري نددت بريطانيا ما وصفتها بالأنشطة المسيئة التي تنسب إلى روسيا، وأعلنت أنها ستطرد الملحق العسكري الروسي ماكسيم أوليفيك الذي وصفته بأنه ضابط استخبارات عسكري غير معلن. قال جون واتمير رئيس بلدية هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية إن عاصفة عاتية محملة برياح بقوة الأعصار ضربت المدينة، مما أسفر عن مقتل 4 على الأقل وتهشيم نوافذ بنايات مرتفعة وقطع الكهرباء عن نحو 800 ألف منزل ليغرق معظم المدينة في الظلام. وأضاف في مقابلة مع محطة تلفزيونية محلية أن أغلب وسط المدينة وحيها التجاري تتناثر فيه أعمدة الكهرباء التي سقطت وزجاج النوافذ المهشمة بعد العاصفة التي أسقطت أيضا أعمدة الإنارة والمرور في المدينة. وقال المسؤول إن 4 على الأقل تأكد مقتلهم بأسباب تتعلق بالعاصفة، أغلبهم لقوا حتفهم نتيجة تساقط الأشجار، وأشار إلى أن العاصفة هبت دون سابق إنذار، وهو ما لم يمنح السكان الكثير من الوقت للاحتماء منها. سادتي سيداتي، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين.